ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وخير وسعاده وفرح يا رب العالمين. ربنا يا رب يستجيب لدعائكم، اللهم امين يا رب. يا رب العالمين، كل اللي نفسه في حاجه ربنا يديها له وينولها له يا رب العالمين. وربنا ما يحرم اي حد من اي حاجه. وادعوا دايما يا بنات، وكتير كتير كتير. ربنا ان شاء الله كريم وهيستجاب دايما لدعائكم وهيرزقكم بكل اللي نفسكم فيه. ربنا ما بيضيعش تعب حد ولا بيضيع مجهود حد، سواء في الدعاء او في شغل او في اي حاجه. فربنا ما بيضيعش تعب اي حد ابدا. حبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دول عشان ابدا معاكم الفيديو بتفاؤل كده وحيويه. روتين النهارده هيكون في المطبخ، مش هنخرج من المطبخ خالص النهارده. ده روتين ليلي. بالنسبه لي انا بحب الروتين الليلي جدا جدا، لان انا من الناس اللي بحب السهر. واوقات كتير بحب اشتغل بالليل، بس مش كل الحاجات بحب اشتغلها بالليل. هتفهموا طبعا من خلال الفيديو هقول لكم ازاي. هقول لكم بصوا انا بصحى. يعني بصوا، في ناس بتصحى الصبح بدري تحب تخلص كل اللي وراها الصبح بدري، وعلى اخر النهار كده بالليل ما تعملش اي حاجة تاني في شقتها ولا في المطبخ. بتكون يعني ايه، خلاص تعبت بقى كده وما بتعرفش تشتغل بالليل. وفي بعض الناس ما بتشتغلش غير بالليل. انا بقى بشتغل الصبح وبالليل. انا من الناس اللي مش بصحى بدري قوي الساعة 6 والساعة 7، لا انا بصحى لولادي يمشوا على المدرسة وبنام بعدهم كده ساعتين ثلاثة. بصحى بقى على الساعة 10 بقى، اروح مثلا فرنة العيش اجيب عيش، اروح السوق اجيب الخضار بتاعي، عندي حاجتي ومش هنزل خلاص. اصحى كده اشوف شقتي محتاجه ايه واعمله. انا من الناس اللي بتنظم يومها باني في حاجات الصبح وفي حاجات تتعمل بالليل. مش بعمل كده وخلاص. يعني مثلا في حاجات عايزه اظبطها في المطبخ، ضلفة مطبخ عايزة تتظبط، التلاجة عايزة تتغسل. الحاجات دي أعملها كده آخر النهار أو بالليل في الرواقة. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان عندي حاجات أهم بعملها بالنهار. يعني طبعا بالنهار زي ما قلت لكم بروح فرنة العيش، بجيب خضار، أعمل أكل، أجهز اكل الولاد بيجوا. انزل مثلا تحت عند بيت حماية في حاجة محتاجينها، في حاجة يعني انا مش بعمل حاجة تحت، انا عشان نبقى صراحة مع بعض. بس مثلا في اوقات ظروف بتحكم، مثلا بضطر ان انا انزل تحت. بيبقى مثلا في حد جاي ضيوف، في حاجات جاي عايزين نعملها تحت، بتكون يعني تخص حماية كده اهو. في بنمسح السلم، بنمسح الحوش، نكنس السلم من فوق لتحت، نطلع ننظف السطوح. في حاجات انا بيبقى ايه لازم اعملها الصبح، ما ينفعش اعملها وقت غير الصبح، فهمتوني؟ وفي حاجات كتير بقى ايه تقيسوها بالطريقة دي. لكن ما ينفعش اقول لحد لا انا مش هينفع والله اعمل حاجه النهارده عشان خاطر انا رايحه انضف ضلفه المطبخ. لا، ضلفه المطبخ تصبر وترتاح وتخليها كده على جنب. المهم نشوف الايه الاساسي بتاعنا. تمام. زي ما قلت لك كده بقى انضف مثلا شقتي كده. ده كله بيكون الصبح. طب لو الصبح فاضيه، عادي ممكن اغسل التلاجة الصبح، الرفوف بتاعه التلاجة، ممكن اعمل اي حاجه ما دام انا فاضيه. طب لو مش فاضيه بقى، زي ما قلت لكم بخلي بقى ان انا عايزه مثلا انظم حاجه في المطبخ، عايزه اظبط حاجه، اطبق غسيل كده، يكون بقى بالليل. بالليل ده بيكون على الساعه 7 8 9، مش متأخر أوي، مش 1 و2 بالليل. لأ، خصوصًا إحنا دلوقتي في جو شتا، فمش هينفع نكون سهرانين وحاطين إيدينا في المَيّة. فأنتِ تضبّطي حياتِك بالطريقة طبعًا اللي أنتِ تحبيها اللي أنتِ شايفاها صح بالنسبة لِك، أو على حسب يومِك. بس أنا قصدي ما حدش هيعرف يضبّط يومِك قدِّك، ما حدش هيعرف يمشّي حياته قدِّك. أنا الأول كنت باحس نفسي إن أنا متدربكة وكده. طَب أنا باخلّي الصبح بقى للإيه، للحاجات اللي أنا بابقى عايزة خلاص اللي هي هتتعمل وما ينفعش تتعمل غير دلوقتي. كمان ما تنسوش يا بنات إن بعد الغدا إحنا بنقعد مثلًا نذاكر للولاد، نشوف واجباتهم، نشوفهم مثلًا عايزين إيه. في أيام الأجازة ولادي بياخدوا درس برضه في أوقات الأجازة. يعني مثلًا يوم الجمعة والسبت ده أنا ولادي بيبقى عندهم برضه دروس، باكون قاعدة معاهم بالنهار برضه كده قبل ما يروحوا الدرس، او نبقى صاحيين بدري يعني نروح الدرس وكده. فايه بقعد برضو اذاكر معاهم قبل ما بيروحوا. فباجي بقى على بالليل هم خلاص بيدخلوا يناموا، اروح انا بقى ايه، هم يدخلوا يناموا وانا ما بنامش معاهم بصراحه، يعني انا بنام بعديهم. ادخل بقى اشوف انا عايزه اعمل ايه. طب انا النهارده مثلا عندي فاضيه ساعتين مثلا كده، اروح بقول لنفسي كده، اروح طيب مثلا في الساعتين دول اعمل الضلفه من المطبخ، ممكن اعمل ضلفة من الدولاب،
ممكن مثلا افضي الديب فريزر وانضفه. ممكن مرة تاني اطلع الضلف بتاعة الرفوف، قصدي بتاعة التلاجة، واغسلها. عندي مشايتين تلاتة كده في الشقة، يعني مشيت صغيرة مش سجاد كبير يعني. اخدهم بقى كده في الحمام اغسلهم. اشغل الغسالة العادية على حبة غسيل كده، مش هياخدوا مني نص ساعة ولا ساعة. وانشرهم على الصبح تطلع عليهم الشمس. فهمتوا يا بنات؟ انا بظبط يومي على كده، اللي هو بالليل ده بعمل حاجة بتريحني انا لتاني يوم. النهاردة ده زي ما قلت لكم روتين ليلي. فانا كده بعد الغدا بقى كده كان النور قطع وكده، فالنور جه، فقلت خلاص بقى الولاد كانوا ناموا، وانا دخلت بقى اغسل المواعين. وبعد ما غسلت المواعين جبت بقى البرطمان بتاع الشاي والسكر والقهوة وكده والكتل. كنت حاساهم مش كنت حاساهم، هم اكيد كانوا متبهدلين، هم كانوا متبهدلين اصلا. غسلتهم. بصوا شايفين لمعوا ازاي. والكتل كمان مسكته برضو كده لقيته مطرب برضو، خدته كده وش معايا، لان انا مش بستخدم الكتل كتير يعني. لما بستخدم الكتل بستخدمه قليل. فمسكت الكاتل برضو كده، قلت اغسله والمعه معايا. كل ما الحاجة بتكون نضيفة وبتلمع بتديكي كده احساس بان انتي بصي يعني، احساس كده بالسعادة، احساس بان انتي مش عايزة تخلي اي حاجة في المطبخ موسخة جنب الحاجات النظيفة دي. اول باول كده بتبقى عايزة تاخدي الحاجة، لكن الحاجة لما كلها بتوسخ بتحسي بقى ان انتي خلاص، انا هبدأ منين ولا اعمل من فين ولا هعمل ايه، هتخلي كله بقى متبهدل حواليك. ودي حاجات على فكرة بتمر عليا، وانا ما بقولكوش اي حاجة غير لما اكون مريت بيها، عشان خاطر اقول لكم الكلام صح. انا لما بهمل في الحاجة وابص الاقي المطبخ اتبهدل، اقعد كده قلت طب انا هبدأ منين؟ طب انا جت على دي خلاص مش عارفه ايه كده. لكن المطبخ لما اكون ايدي فيه اول باول والحاجه نظيفه، بصراحه بستمر بقى النظافه فيه والاستمرار معاه على طول على النظافه، وخليه كده ورده شمعه منوره. انا عايزه اغسل المطبخ السيراميك عشان خاطر كان متبهدل، انا ما بسيبوش فتره كبيره كده. بس انا المره دي سبته بصراحه. وهقول لكم انا سبته ليه. انا البوتاجاز عندي بيضايقني بصراحه لما باجي اغسل المطبخ، والايام دي انا مش طايقاه خالص، مش طايقاه. فان شاء الله هغير مكان البوتاجاز. يعني بدل ما هو بالعرض كده، انا هحطه بزاويه كده في الجنب، بس مستنيه شركه الغاز هتجيلي تظبطه، عشان انا ما بعرفش اغسل السيراميك بصراحه من البوتاجاز ده، بيضايقني جدا. والمره دي نفسي اتسدت عليه قوي، فقلت لا انا مش هغسله غير لما تيجي شركة الغاز. طبعا حضراتكم شايفين البوتاجاز بتاعي موسخ قد ايه. عايزه اقول لكم ان انا كنت غسلاه قبليه بيوم اصلا، بس ايه بقى، كنت الصبح كده مسحاه كده وملمعاه، وجيت طبخت عليه، اللي هو قبل الفيديو ده بيوم. طبخت عليه وما مسحتوش، وجيت النهارده برضو عملت عليه اكل تاني. فطبعا البوتاجاز بيتبهدل من يوم واحد او من اكله واحده بيتبهدل، فما بالكم بقى يعتبر كده يومين، يوم ونص ما اتغسلش. فطبعا كان اتبهدل. بس انا ايدي ايه برضو، يعتبر ايدي فيه مش بخلي الدهون لغايه ما بتملاه. في اوقات بشوف يعني بوتاجازات بيبقى الدهون دي مغرقاه في الجزء الاستانلس اللي من ورا ده، فبتبقى صعبه قوي. فعلى ايه، بالسبونشه كده هو بحبه صابون وبيدعك وبينضف على طول اول باول كده، ويفضل ايه بيلمع معايا ونضيفه زي الفل. تمام يا بنات؟ فانا ايه بقى كده، ده طبعا زي ما قلت لكم بعد الغدا كده، فرحت داخله غسله المواعين والبرطمانات والكتل والبوتاجاز. واحط برضو، لقيت الوقت لسه بدري، وقلت ايه عندي حبه غسيل كده، احطهم دلوقتي في الغساله. ام روحين وهتشوفوه برضو دلوقتي معاكم في الفيديو. غسلتهم، ما خدوش معايا وقت، ونشرتهم على طول. في اوقات كده بيجي لنا فيه طاقه، فاهمين انتوا الوقت ده استغليه على طول في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها وكسلانه بقالك فترة. ما تستنيش يعني، على طول قومي كده توكلي على الله وسمي الله، وادخلي عليها على طول اعمليها. ما تستنيش بقى كده لما تقولي لا ده انا هستنى لها مش عارفة لامتى وامتى وامتى. لا، لما بنأجل الحاجة بتتراكم علينا، ولما بتتراكم علينا بنتضايق وبنتخنق منها، وبنبقى مش عايزين نعملها، او محتاجين اتنين تلاتة معانا تاني عشان خاطر نعمل الحاجة دي. مسكت برضو كده الحوامل بتاعة البوتاجاز كده، برضو غسلتها. الاسبونشة دي حلوة جدا، اللي هما الاتنين في الكيس بيكون لونهم مختلف، عارفينهم دول. دي الاسبونشة دي حلوة قوي. الاسبونشة الواحدة ب5، الاتنين مع بعض ب10. وفي بعض الناس بتبيعهم ب12. تمام، هغسلهم بقى كده برضو عشان خاطر الدهون اللي فيهم دي، وبمية سخنة كده. هو ممكن برضو تنقعيهم وتقفلي الحوض ده، الحوض بالصدادة بتاعته،
وتفتحي عليهم مَيّة سخنة وصابون كده، وهتبُصّي بقى تلاقي الدهون فيهم وتسيبيهم شوية بقى، وتبُصّي بقى تلاقي الدهون اللي فيهم خلاص كده لانت، وتبتدي بقى كده إيه، تغسليهم. لكن أنا غسلتهم على طول لإن ما كانش فيهم يعني دهون أوي تستدعي إن أنا أنقعهم يعني. تمام، هاشطفهم بقى كده واسيبهم إيه، يتصفّوا، وبعد كده هابقى أحطّهم بقى على البوتاجاز، بس طبعًا سِبتهم إيه، يتصفّوا كده شوية. بعد كده هاروح بقى أحطّهم على البوتاجاز. لو عايزة البوتاجاز دايمًا بتاعِك يلمع، بعد ما تمسحيه هاتي فوطة ناشفة وابدئي بقى لمّعيه تاني بفوطة ناشفة قطن، دي اللي بتخلّيه يلمع بقى. المهم خلّصت بقى كده البوتاجاز ودخّلت بقى قُلت آخُد شوية الغسيل معايا، مش هياخدوا معايا وقت خالص، بس هيريّحوني طبعًا تاني يوم هالاقي الغسيل نضيف، مش هاحتاج إن أنا أشغّل الغسالة دي أو دي، هاحس إن السَبَت فاضي مريّح أعصابي كده أهو، إني مش بقى محتاجة أغسل، وممكن يكون في وقت مزنوق ومحتاجة أغسل ضروري وكده. فالمهم إيه، وأنا شغّالة كده على طول رُحت شغّلتهم، وطبعًا بعد ده كلّه بادخل بقى آخُد shower دافي كده أهو، وبعد كده بادخل أنام، بامسك الموبايل، أعمل لي حاجة دافية أشربها، باحس بقى براحة في الوقت ده وإن أنا مخلّصة اللي ورايا. فأنا من الناس زي ما قُلت لكم باشتغل الصبح وباشتغل بالليل، المهم إني أعرف أخلّص الحاجة اللي ورايا وأنا ضميري مرتاح، وأنا يعني مش متوترة، وأنا مش مزنوقة وكده أهو، فهمتوا؟ بالطريقة دي بقى أنتِ هتنظّمي بقى حياتِك ويومِك، وهتلاقوني كتير باتكلّم في المواضيع دي، لإني إحنا بنستفاد من بعض، من تجارب بعض، ما حدّش بيطلع كده أهو عارف يعمل الحاجة يعني صح، لأ يعني بنستفاد من أخطائنا، يعني الخطأ اللي إحنا بنُقع فيه دوّة بنستفاد منّه بإن إحنا نصلّح المَرّة اللي بعديه الحاجة دي، وهنشوف لها طريقة تانية. طَب أمشّي حالي كده إزاي؟ لازم مُخِّك يفكّر على طول عشان خاطر توصلي للهدف اللي أنتِ عايزاه، إن أنتِ تبقي مخلّصة الحاجة اللي وراكِ وضميرِك مرتاح وبيتِك نضيف وحاجتِك مخلّصاها بما يرضي الله، يعني اللي هو مش كروَتة كده وخلاص. طبعًا بييجي علينا أيام بنكون ما قدرناش نعمل كل الحاجات اللي ورانا، أو ما بنبقى مش عارفين ندّي نفسنا 10 من 10 يعني بمعنى أصح، لإن إحنا كبني آدمين بنتعب، بنتعب في مجهود علينا، ممكن بنقعد نذاكر للولاد، ده بيبقى ضغط عصبي جدًا مش جسدي، ده ضغط عصبي بيخلّيكِ بقى بتبقي قايمة مش قادرة بقى تعملي اللي وراكِ، أنتِ مش خلاص دماغِك كده مش فايقة، أنا هابدأ منين والّا أعمل منين، خلاص أنا اتعكننت النهارده، أنا ذاكرت لولادي يبقى اتعكننت. في أوقات بتكوني لأ، يعني قدرتِ بقى تخلّصي مع الولاد، مُخِّك رايق، فبتقدري تقومي تكمّلي اللي وراكِ. أصل من الآخر كده إحنا اللي علينا كل حاجة لازم نعملها، فأنا إن ما عملناهاش النهارده هنعملها بُكرة، وإن ما عملناهاش بُكرة هنعملها بعد بُكرة، بس في فرق ما بين تعمليها النهارده، وفي فرق ما بين تعمليها بعد بُكرة. إيه، إن أنتِ تعمليها النهارده أول بأول، أو إن أنتِ مرتاحة، أمّا تعمليها بقى بعد بُكرة تكون تراكمت عليكِ وثابت عليكِ بقى إيه كده قلبان، قلبان. المهم خلّصت ولقيت نفسي كده محتاجة حاجة حلوة، تمام، أنا من بدري ما عملتش حلويات عشان خاطر أنتم عارفين بقى السُكّر غالي وكده، بس أنا قُلت الولاد ذنبهم إيه، لازم نعمل لهم حاجة حلوة، فقُلت خلاص أنا مش هاعمل حلويات، أنا هاعمل رُز بلبن، كان نِفْسي فيه أوي وولادي برضه كانوا طالبينه منّي بقى لهم كام يوم و وقُلت أعمل بقى شوية، وأنا من عادتي كده بعد ما بالمّع البوتاجاز لازم يعني أخرب الدنيا عليه تاني. حطيت كده اللبن غلى وحطيت الرز اتسلق خالص، وبعد كده حطيت له اللبن، وأنا شِلت حبّة من اللبن عشان إيه، أنا عندي بنتي الصغيرة ما بتروحش حضانة ولا مدرسة ولا أي حاجة، فدي بتبقى سهرانة معايا يعني، تمام. فإيه خلّيت لها حبّة لبن كده، قُلت ممكن تحتاج لبن تشربوا شاي بلبن، هي بتحب الشاي بلبن أوي. وحطيت كده بدالهم كوباية مَيّة كده على الرز، وابتديت بقى إيه، يعني حطيتهم كده مع بعض يا دوب هو هياخد غلوتين بس، وأنا ما باحطش نشا على الرز، ده حطيت سكر، ما حطيتش الكمية كلها طبعًا، حطيت بس شوية كده وقلّبته وقُلت أدوقه. أنا يعني زمان أوي كنا بنحط نشا على الرز، لكن أنا بقى لي فترة كبيرة ما حطيتش نشا على الرز، بس جيت النهارده نِفْسي أحط نشا مش عارفة ليه. أنا عايزة أحط نشا، طب ما أنا باعمله زي الفل ومش محتاج. لأ، بُص بقى مُخّي قفّل بقى، رُحت جايبة حبّة مَيّة وحاطة معلقتين نشا كده فيهم، وكان خلاص الرز عرفت إنه خلاص كده يعني مش محتاج حاجة
غير حاجة بسيطة. قلبت النشا طبعا في مية من الحنفية، وبعد كده رحت نزلت في عليهم على الرز كده، وخليته كده ياخد غلوة. وكان عندي فانيليا سايلة، ورحت كانوا اخر حبة في الازازة كده، قلت رحت احطهم. ما تخافوش مش هتغمق الرز ولا اي حاجة، بس بصراحة طعمها حلو كتير قوي 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 عن البودر. قلبتها بقى كده كويس زي ما انتوا شايفين، ودي كانت بتبقى اخر حاجة يعني كده، واروح طافية بقى. والرز بلبن لما تعمليه ما تسيبوهوش كده في الحلة، لازم تغرفيه كله في اطباق، لان لو سبتيه في الحلة هيمسك في بعضه كده ومش هيبقى حلو. لازم كله يتغرف في اطباق كده. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان اقدر اخلص الشروط اللي عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.